الأصعب من إنك تبدأ هو إنك تكمل مع فقدان الشغف أو لما حلاوة البداية تروح. وخليني أحكي لكم سريعا عن قصة سيف. لا، مش ده. سيف كان شاب بيحلم كتير، هيروح الجيم ويعدي 6 باكس ويدخل على 8، هيبقى مؤلف روايات جامد جدا وهيخلص قراية 1,000,000 كتاب في السنة. راح الجيم بس كان كل شوية ينزل في النص، ومعاش غير عدد قليل من الكتب اللي نفسه يخلصها، وما كتبش في روايته الأولى غير تقريبا تلتها خلال كذا سنة، لحد ما فجأة اكتشف معلومة جديدة غيرت تفكيره خالص. مؤلف كتاب The Atomic Habits جيمس كلير بيبدأ كتابه بمثل جميل جدا. تخيل لو طيارة المفروض مسارها من لوس أنجلوس لنيويورك قررت إنها قبل ما تقلع تغير الزاوية بتاعت الإقلاع بتاعتها ب3 درجات ونص بس ناحية الجنوب، هتنتهي فين في الآخر؟ هتوصل في الآخر للعاصمة واشنطن بدل ما توصل لنيويورك. التغييرات الصغيرة على الرغم انك ممكن تحس انها ملهاش لازمة، ولكن هي مهمة جدا لما تفضل مستمرة وتتحول لعادة. بس قبل ما ندخل على تكوين وكسر العادات، خلينا نسأل الأول، يعني ايه أصلا عادة؟ ولا هي حقيقية في علم السلوكيات؟ العادة هي ما يعود إليه الإنسان مرارا وتكرارا، بتتكون في مخك عشان تقلل من النشاط والجهد المبذول عشان تعمل ممارسات معينة بتعملها كل يوم، وتتكرر عشان توصل لنفس النتيجة ونفس الجايزة. وده حاجة واضحة جدا في حياتنا اليومية، زي مثلا انك اول ما تصحى من النوم تقوم بالاوعية تمسك موبايلك، او انك تقوم بالاوعية تدخل الحمام وتغسل سنانك، او زي تعلم السواقة، في الاول بتبقى مركز في كل حتة حواليك من اول ما تحط مفتاح وتدور، ولكن بعد كده ممكن تتكلم وانت بتسوق، ممكن تشرب وانت بتسوق. الحاجات دي غلط طبعا، ولكن ده بيأكد لك ان مخك خلاص ما بقاش محتاج يبذل نفس الجهد، يبذل نفس التركيز والانتباه للحاجه دي خلاص. للاسف مش كل العادات كويسه، وشكل العاده ليه نماذج كتير، بس ابسطهم هو اللي اتذكر في كتاب ذا باور اوف هابت. والعاده على اساسه بتتكون من 3 اجزاء: الكيو والروتين والريورد. اولهم هي الكيو او الاشاره اللي بتقول لك ان ده وقت او مكان ممارسة العادة دي، وليها أشكال كتير. أول نوع من الإشارات هو وقت معين، وهو إنك تلاحظ مثلا إن بالليل قبل ما تنام كل يوم بتمسك موبايل. تاني نوع من الإشارات هو مكان معين، زي مثلا أول لما ترجع البيت هتلاقي دايما إن ليك تصرفاتك المعينة اللي بتحصل ونادر ما بتتغير. 3 هو حدث سابق، زي مثلا انك تصحى من النوم، كل واحد فينا ليه طقوسه المعينه اللي بيعملها اول لما بيصحى من النوم، وقد تكون مجرد حاجه بسيطه زي مثلا انك تشوف حلويات. الشكل الرابع هو الحاله العاطفيه، ودي بتكون مرتبطه اكتر بالعادات السلبيه، زي مثلا انك كل ما تحس انك مضغوط تشرب سجاير. 5 واخر شكل هو وجود ناس معينه، زي مثلا التدخين الاجتماعي اللي المدخن فيها بيشرب سجاير اكتر في وجود ناس معينه كجزء من الطقوس الاجتماعيه. تاني مكون للعاده هو الروتين او النمط، وهو الحدث اللي بيتم تكراره بعد حدوث اشاره معينه، زي مثلا انك تتحرك من مكانك وتمسك الموبايل وتفتح الموبايل وتفتح الباسورد وتفتح التطبيق اللي انت عايزه وتقعد تقلب فيه، وكل ده حرفيا مش بتحس بيه مع التكرار. ثالث مكون والاخير بالنسبه للنموذج البسيط ده هو الريورد او الجائزه، وقد تكون حاجه زي مثلا انك تستمتع بطعم الاكل اللي بتحبه، وقد تكون حاجات خادعه انت مش تاخد بالك منها في الاول، زي مثلا احساسك بانك فرحان عشان انجزت حاجه. وقد يكون مثلا المشاركه الاجتماعيه، زي مثلا زي ما قلنا في حاله التدخين الاجتماعي. ياه، بعد ما عرفت الاساسيات المكونه للعاده كده تكوين العادات هيبقى سهل، صح؟ لا، للاسف المعلومات دي ما كانتش كافيه على الاقل بالنسبه لي. فخليني اقول لك على شويه نصايح ممكن تساعدك اكتر في تكوين العادات. اولا، البديهيات، انك تعرف اصلا انت عايز تبدا بايه، هل تقرا، تكتب، تتمرن، اي حاجه. وتاني حاجه هي الاشاره، ودي في حد ذاتها في 3 حاجات مهمين لازم تكون واخد بالك منهم وانت بتحدد ايه الاشاره بتاعه العاده اللي انت عايز تعملها. اولهم ان الاشاره تكون بتتكرر كل يوم، ومفيش يوم واحد بيعدي غير لما تحصل فيه الاشاره دي، زي مثلا الاكل. تاني حاجه مهمه للاشاره هي انها تكون بتسهل الروتين اللي جاي بعدها، زي مثلا انك كل ما تفتح الكمبيوتر الاشاره تبدا تفتح فيديو مذاكره. الحاجه الاخيره انها تكون اشاره واحده بس بتشد الروتين والجايزه اللي بعدها. تالت خطوه ونرجع بقى للحاجه اللي انت اصلا عايز تعملها، وهي انك تبدا صغير وتحط للروتين بتاعك ده ما يسمى بالهاي بار واللو بار، او الحد الاقصى والحد الادنى. الحد الادنى هو حاجه اصغر من اللي انت عايز تعملها، وحاجه بالنسبه لك سهله جدا وبسيطه جدا انت ممكن تبدا فيها دلوقتي عادي،
والهاي بار هو زياده عن اللي انت اصلا عايز تعمله. طب وايه لازمه الكلام ده؟ الموضوع ده فعلا هتحتاجه في الايام اللي هتحس انك مخنوق ومش قادر تعمل اي حاجه، فتقول لنفسك خلاص انا النهارده هعمل بس الايه، الحد الادنى ده، حاجه صغيره كده هعملها دلوقتي. فتبدا، ومجرد ما تبدا ممكن تحس انك ماشي تقدر تكمل، ممكن تندمج في الشغل بتاعك وتوصل حتى للحد الاقصى، او تعمل حتى الحد الادنى وتقف. لان اهم عنصر في الموضوع هي الاستمراريه لحد ما توصل بالعاده اللي انت عايز توصل بيها دي انها تكون فعلا عاده، انها تكون فعلا بتتعامل في عقلك الباطني، مش محتاجه تركيز منك، ان فعلا بدايه الروتين بتكون تقيله شويه. ثم اخر خطوه انك تحدد الجايزه اللي هتتحط على الروتين بتاعك، الجايزه اللي هتاكد لمخك ان العمل اللي احنا عملناه ده حاجه كويسه، فلما تتكرر تاني الاشاره دي لازم نبقى نكرر روتين تاني عشان نوصل لنفس الجايزه دي تاني. والجايزه ممكن تكون حاجه حلوه تاكلها، او انك تقوم تلعب، او حتى احساسك بالانجاز انك عملت حاجه كويسه. وده ممكن تاكد عليه بانك مثلا تجيب ورقه وتعلم عليها علامه صح في الورقه دي، فتحس ان انت شلت حاجه مثلا، او تحس ان انت في يوم علمت عليه. وده ممكن بينفع قوي في العادات الصغيره اللي فعلا مش محتاجه منك مجهود كبير. المهم برضو انك تكون مدرك لبعض الخرافات اللي بتتقال، زي مثلا ان انت محتاج 21 يوم عشان تثبت العاده دي وتبقى خلاص في عقلك اللاواعي وتقدر تعملها على طول بقى من غير تفكير. في الحقيقه عدد الايام بيختلف، مش شرط يكون 21 يوم، ممكن يكون اقل، ممكن يكون اكتر، حسب صعوبه العاده دي. تمام؟ يعني مثلا حاجه زي المذاكره مستحيل تاخد 21 يوم اكيد، ولو وقفت العاده يوم، لو مثلا تعبان، ده مش هيخليك تعيد عد الايام تاني من الاول، لا عادي، تاثير يوم بيكون ضعيف جدا. فعادي لو في يوم وقع منك، في يوم انت تعبان فيه، كمل، ابدا كمل من اللي بعده، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه انك ما تجيش بسبب انك فوتت يوم تقول لا خلاص بقى انا هوقف خالص. وحاول على قد ما تقدر تخلي العاده دي قدامك واضحه وجذابه وسهله. يعني مثلا انا لو عايز اتمرن، هروح جاي فارش السجاده اللي انا بتمرن عليها وسايب الحديد على الارض وافضل سايبه، بحيث ان انا لما ابقى عايز خلاص، ده المفروض الاشاره ان انا اقوم، اللي هو خلاص انا هقوم، يعني انا هقوم اتمرن، مش هفرش بقى لسه حاجه والكلام ده كله. فده بيسهل اكتر الموضوع. ما ينفعش طبعا نقفل الفيديو ده من غير ما نتكلم عن العادات السلبيه اللي بمجرد وصولها لمرحله عاده او اللي بيسمى ادمان بيكون من الصعب جدا التخلص منها، وبيكون من الاذكى ان انت تستبدلها بعاده تانية. انك تفكر وتراقب نفسك، الوقت والناس اللي حواليا وحالتي المزاجيه، المكان، ايه اللي حصل قبل ما اعمل العاده دي، وتشوف ايه الحاجه اللي دايما بتتكرر. هي دي الحاجه اللي غالبا هتكون هي الاشاره والسبب ان انت بتبدا العاده دي، فتبدل الروتين بدل ما تلغي العاده خالص. يعني مثلا لما تحس انك مضغوط، ما تحاولش تضيع ده بحاجه احسن، زي انك تكتب مثلا بتفكر فيه، او تتامل لو طبعا المكان والوقت مناسبين لحاجه زي كده. فمحاولة منك انك تستغل الاشارة والجايزة اللي بقى خلاص محفورين في مخك، وتبدل الروتين بروتين تاني اقل ضررا او نافع اصلا ليك. وكمان برضو اأكد ان الجايزة او سبب العادة السلبية دي مش دايما بيكون اللي انت فاكره. يعني مثلا بعيدا عن اختار حاجة زي التدخين، الا انه اثبت بعيدا طبعا عن دخول في تفاصيل علم النفس ان علاقته بالنيكوتين اقل من علاقته بمجرد الحاجة للاطمئنان، وانه اصلا ملوش دعوه بالتحكم في الضغط، لان النيكوتين نفسه بيرفع الضغط. وعلى قول الكاتب فران بييز في كتابي المفضل المرجع الاكيد في لغه الجسد، بيقول smoking is similar to hitting yourself over the head with a hammer because when you stop you feel better. يعني كأنك بترفع الضغط بتاعك عشان لما توقف تحس انك بقيت احسن. بس كده، اتمنى تحاولوا تطبقوا اللي عرفتوه في الفيديو ده النهارده او بكره، لانه فعلا فادني في حياتي كتير في خلال ال3 شهور اللي فاتوا دول. ولو حاسس انك استفدت ما تنساش تسيب لايك، لو عايز بقى تتابع الفيديو بتاع كل اسبوع سيب سبسكرايب. وبس كده، نورت.